بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي متابعي ومشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، وصولا إلى الجولة 12 لدوري نجوم العراق، واحدة من المباريات المهمة طبعا لأصحاب الأرض والجمهور في هذا اللقاء. نادي القرمة اللي يلعب في ملعب الرمادي، الملعب الافتراضي لنادي القرمة، أمام الجريح نادي القاسم المتعثر خلال هذا الموسم بعد النتائج الأخيرة والسلبية من خلال دورينا دوري نجوم العراق خلال هذا الموسم. يظهر في الصورة الطاقم التحكيمي لهذا اللقاء المؤلف من الحكم الدولي مهند قاسم، يساعد على الجانبين مصطفى أحمد كمساعد أول، محمد خضير مساعد ثاني، أحمد عدنان حكم رابع في مباراة اليوم، سجاد خالد وأحمد صباح يتواجدون في غرفة الفار في أجواء شتوية. طبعا ملعب الرمادي هو من يضيف هذا اللقاء. فريق القرمة يحاول مواصلة سلسلة نتائج جيدة، لكن هو قادم من خسارة في الجولة الماضية أمام القوة الجوية بهدف لا شيء، بينما فريق نادي القاسم هو الآخر أيضا قادم من خسارة ثقيلة جدا كانت أمام الشرطة بنتيجة 7 أهداف مقابل هدف واحد، وهي النتيجة الأكبر اللي يتلقاها نادي القاسم منذ تواجده في دوري الكبار من موسم 2021. وطبعا نادي القاسم هذا موسمه السادس في دوري الكبار، بينما فريق القرمة هذا الموسم الثاني. لذلك طموحات كبيرة لمدربي الفريقين من خلال هذا اللقاء. نتحدث عن الإسباني أنطونيو كازورلا مدرب فريق نادي القرمة، وعلى الجانب الآخر حسن هادي مدرب فريق نادي القاسم. بالتوفيق للفريقين في هذا اللقاء، لنتمنى أن نستمتع بأداء الفريقين وبروحية الفريقين. يحاول فريق نادي القاسم أن يعيد الأوضاع اللي شاهدناها الموسم الماضي، كان فريق مميز وكان هو الحصان الأسود لدوري نجوم العراق، لكن هذا الموسم تغير الحال منذ انطلاقة هذا الموسم اللي لم يحقق من خلاله إلا تعادل وحيد وخسر في 10 مباريات. لذلك هو يحتل المركز الأخير، بينما نادي القرمة صاحب المركز الرابع ب20 نقطة. لذلك هو يطمح التقدم إلى المركز الثالث مؤقتا بعد فريق الشرطة اللي حقق الانتصار على نادي الموصل قبل هذه المباراة ب3 أهداف لا شيء. لذلك نادي الشرطة لا زال متمسك بمركز الوصافة ورفع رصيده إلى 24 نقطة. الزوراء أيضا تعادل مع ديالى اللي رفع رصيد ديالى إلى 21 نقطة، يحتل المركز الثالث بعد نادي الشرطة، وفريق نادي القرمة رابعا بعد نادي ديالى. الزوراء رفع رصيده إلى 20 نقطة، يقف في المركز الخامس. هنا الدولي مهند قاسم اللي يدير هذا اللقاء. نتمنى التوفيق للطاقم التحكيمي وأيضا لفريقي نادي القرمة ونادي القاسم في هذا اللقاء. نادي القاسم بمن حضر في هذا اللقاء بعد مغادرة أغلب اللاعبين بسبب عدم تسديد المستحقات المالية للاعبين، لذلك غادر تقريبا ما يقارب 9 لاعبين عن تشكيل فريق نادي القاسم، ولذلك يعاني واستخدام بعض الأسماء اللي من الممكن أن تعين فريق نادي القاسم من خلال هذه المباريات. إذن حكم المباراة الدولي مهند قاسم يعلن عن البداية للفريق الضيف نادي القاسم اللي يلعب بالملابس الزرقاء الفاتحة، يلعب من اليمين لليسار، بينما فريق نادي القرمة صقور الغربية يلعب من اليسار اليمين باللون البرتقالي الكامل. نذكر بتشكيل الفريقين. نبدأ من الفريق الضيف طبعا نادي القاسم اللي يلعب بمصطفى جاسم لحراسة المرمى، لخط الدفاع علي حسن، إليسو اللاعب البوركيني، علي عمار، ذو الفقار محمد، وللوسط مرتضى قصاص، سيف الدين طاهر، إشهاب أحمد، مسلم عقيل، وأيسر قاسم، ولخط الهجوم يلعب بمحمد علي عطا. أي أن المدرب يلعب ب4-5-2 المدرب حسن هادي، بينما خيارات المدرب الإسباني أنطونيو كازورلا يلعب بمحمد حميد لحراسة المرمى، للدفاع كرار عامر، عباس قاسم، هالو فاق، وأحمد مكنزي، للوسط لؤي العاني، علي محسن، منتظر عبد الأمير، مؤمل عبد الرضا، ولخط الهجوم يلعب باللاعب النيجري طبعا يوسف أومارو، وبالإضافة إلى اللاعب الأردني علي علوان. رمية جانبية لصالح نادي القرمة من الجهة القريبة، طبعا هذا هالو فاق يعيدها إلى عباس قاسم، موسم ثاني على التوالي. طبعا عباس قاسم سبق وأن لعب للزوراء لفترة طويلة. عباس قاسم اليوم يتواجد بعد إصابة اللاعب المغربي أيوب مودن، اليوم يلعب عباس قاسم أساسي. كرة مع عملية تمرير قريب الخط الجانبي، عائدة للدفاعات،
لمصلحة فريق نادي القرمة. هذا اللاعب كرار عامر يحاول التقدم للأمام. كرار عامر البحث عن القوة الهجومية لفريق نادي القرمة اللي يتواجد فيها هداف بطولة العرب طبعا علي علوان، اللي يقف في موقف تسلل مع وجود راية. ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة فريق نادي القاسم. هذا هو أنطونيو كازورلا المدرب الإسباني لنادي القرمة، اللي يحاول أن يصل من خلال هذا اللقاء إلى نقاط المباراة، وبالتالي يتقدم في سلم الترتيب، وبعد ذلك يكون منافس قوي على صدارة الدوري العراقي خلال هذا الموسم، موسم 25-26. عباس قاسم عملية القطع، عادت للوسط الآن، أقرب لعمار داخل، يعيدها لإيليسو، كرة أمامية لصالح نادي القاسم. نادي القاسم أضعف خط هجوم في دورينا، فقط مسجل هدفين، وأضعف خط دفاع أيضا في مرماه 26 هدف، يعني نسبة كبيرة في 11 مباراة يدخل في مرماه. هذا هو حسن هادي، الله يعين هذا المدرب على ما يمر به نادي القاسم من ظروف صعبة جدا، وهذا المدرب دائما يتحمل العبء الكبير. يعني مع المدربين منذ تواجد نادي القاسم في دوري الكبار تلاحظ استخدام المدربين، عند خروج المدرب يستلم المهمة حسن هادي، عندما تحصل مشكلة يكون حسن هادي هو على رأس الهرم التدريبي ويتحمل المسؤولية كاملة. لذلك الله يعين حسن هادي على هذا الموسم بالنسبة لفريق نادي القاسم. هذا محمد حميد الحارس الخبرة لفريق نادي القرمة إلى عباس قاسم. عباس مر الكرة إلى كرار عامر. كرار عملية تغيير اللعب هناك على الجانب الأيسر، المحاولة تبقى لمنتظر عبد الأمير، يلعب كرة الأمام. منتظر قريبة لدفاعات نادي القاسم، عملية الإبعاد إلى خارج أرضية الملعب من ذو الفقار محمد. هذا اللاعب علي حسن قلب الدفاع لفريق نادي القاسم. رمية جانبية تنفذ. القرمة عائدة لعلي محسن لاعب الوسط لفريق نادي القرمة، محاولة تمرير الأمام لكن بعيدة عن هالو فاق اللاعب القادم من أربيل، مرت إلى خارج أرضية الملعب لركلة مرمى. هذا هو هالو فائق. لؤي العاني لاعب الوسط. لؤي العاني لاعب الوسط لنادي القرمة، لحد الآن ما مسجل لؤي العاني خلال هذا الموسم مع فريق نادي القرمة. ركلة مرمى، الحارس مصطفى جاسم حارس المرمى لنادي القاسم. لا زال أربيل اللي يلعب بنفس التوقيت مع دهوك، هو متربع على الصدارة ب 27 نقطة، طبعا يليه نادي الشرطة ب 24 نقطة أصبح، وجوية ثالثا ب 21 نقطة أيضا بنفس التوقيت. الجوية مع أمانة بغداد لهذه المباراة. الجوية أيضا يحاول التقدم للأمام، محاولة تنقل لخط الدفاع لفريق نادي القرمة. عملية التمرير يوسف أومارو، من أمامه تبعد يوسف أومارو، لكن هناك خطأ لصالح نادي القرمة. هذا هو يوسف أومارو. أومارو عنده هدف على الكهرباء طبعا، وأيضا هدف على الغراف، هدفين لأومارو خلال هذا الموسم مع نادي القرمة. وعلى فكرة أومارو طبعا الموسم الماضي هنا محاولة خطيرة، ممكن الآن القرمة داخل منطقة الجزاء، هل تكون بداية قوية للقرمة؟ هذا أومارو هدف أول، هدف أول للقرمة، لكن يبدو لي هناك خطأ. حكم المباراة الدولي مهند قاسم يشير إلى وجود ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة فريق نادي القاسم، أمام نظرة استغراب من المدرب أنطونيو كازورلا المدرب الإسباني لفريق نادي القرمة، وحكم اللقاء يشير إلى وجود خطأ. لاحظ هنا الإعادة والتمريرة داخل منطقة الجزاء. نشاهد منتظر عبد الأمير اللي كان داخل منطقة الجزاء لمرمى فريق نادي القاسم، وبعد ذلك أعاد إلى يوسف أومارو اللي وضعها في المرمى، لكن يبدو لي الصافرة جاءت قبل أن يسدد أومارو أول أهداف المباراة. وعلى فكرة يعني أومارو الموسم الماضي سجل الهاتريك في مرمى نادي القاسم،
يعني المبارتين ذهابا وإيابا هن المبارتين اللي كانت المواجهات ما بين نادي القاسم والقرمة، والمبارتين انتهت لصالح نادي القرمة 3-0 وأيضا 1-0. لذلك في 3-0 سجل أومارو الأهداف الثلاثة، أو 3-1 كانت. أومارو سجل 3 أهداف لنادي القرمة، بينما حيدر عبد الرحيم هو سجل الهدف الوحيد لنادي القاسم. هذا كان الموسم الماضي. بينما المباراة الأخرى 1-0 أيضا للقرمة، محمود خليل لاعب الميناء هو اللي سجل هدف المباراة الوحيد. هذا هو طبعا اللقاء الثالث اللي يجمع الفريقين القرمة ونادي القاسم. اللقاء الثالث على اعتبار أن نادي القرمة وصل إلى دوري الكبار الموسم الماضي، وهذا موسم الثاني، بينما هذا هو يعتبر الموسم السادس لفريق نادي القاسم. طبعا الموسم الماضي القرمة احتل المركز الثامن في جدول الترتيب، ونادي القاسم في المركز العاشر. طبعا هو أفضل مركز حقق نادي القاسم كان الموسم الماضي، يعني في الخمس مواسم الماضية فريق نادي القاسم كان أفضل مركز إليه هو المركز العاشر كان الموسم الماضي. يعني فريق حقق نتائج كبيرة ومنها الفوز على الفرق الكبيرة. تحدث عن الزوراء، عن القوة الجوية، فاز على الزوراء، على القوة الجوية، تعادل مع الشرطة، مع الطلبة. يعني هذا نتحدث عن الأسماء والفرق الكبيرة اللي حقق نتائج كبيرة على حسابها الموسم الماضي نادي القاسم. لكن منذ انطلاقة الموسم بدأ متعثر القاسم. هذا الموسم محاولة الآن القرمة تصطاد علي علوان، يحاول قيادة الطلعة الهجومية لصالح نادي القرمة، يحصل على ركلة ركنية أولى في هذا اللقاء. هذا هو علي علوان اللاعب الأردني. ركلة ركنية لصالح نادي القرمة. واضح أمامنا في الصورة طبعا. لاعب ومدافع نادي القاسم. تنفذ ركنية، هذا مكنزي اللي جاء من جهة اليسار إلى اليمين. أحمد مكنزي من أمامه تبعد إلى خارج أرضية الملعب من علي عمار. علي عمار اللي يبعدها إلى ركلة ركنية أخرى. هذا أحمد مكنزي على التنفيذ الركنية لصالح نادي القرمة اللي يحاول أن يبدأ المباراة بقوة على مرمى نادي القاسم. عملية الإبعاد من البوركيني إليسو، محاولة داخل منطقة الجزاء وتبعد إلى ركلة ركنية ثالثة في أقل من دقيقتين. فريق نادي القرمة يحصل على الركنية الثالثة على حساب نادي القاسم. تنفذ الركنية، المحاولة مكنزي داخل منطقة الجزاء من جديد إليسو. إليسو هل سيكون إضافة مع فريق نادي القاسم من خلال فترة الانتقالات الشتوية؟ يعود من جديد القاسم لاستقطاب بعض الأسماء، منها مرتضى قصاص، سيف الدين ظاهر، وأسماء ممكن أن تعين فريق نادي القاسم من خلال هذه الجولات. كرار عامر، علي محسن للوسط، عائدة لهالوفاق. هالوفاق نادي القرمة. عباس قاسم يحاول يغير اللعب للجهة البعيدة. عباس يعيدها إلى هالوفاق. هالوفاق يلعب كرة للأمام. نادي القرمة البرتقالي صقور الغربية أمام أسود سورة. عملية تمرير الآن من مؤمل عبد الرضا، محاولة التمرير عن طريق علي علوان وتبعد إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية الإبعاد من ذو الفقار محمد إلى ركلة ركنية رابعة لصالح نادي القرمة. ركنية رابعة في 10 دقائق يحصل على 4 ركنيات فريق نادي القرمة، وهذا نتيجة تقدم لاعبي فريق نادي القرمة والضغط على مرمى فريق نادي القاسم. ركلة ركنية لصالح نادي القرمة. مكنزي على القائم القريب. عملية الإبعاد عادت من جديد لعلي محسن. عملية اللف والدوران. علي محسن جوية والزوراء، والآن مع القرمة علي محسن. وصلت لحارس المرمى مصطفى جاسم. هنا مع تقدم عباس قاسم اللي دائما ما شاهدناه مع فريق الزوراء عندما كان يتقدم للأمام، سجل أهداف جميلة طبعا مع الزوراء عند التقدم للأمام خصوصا بضربات الرأس. حديث عن عباس قاسم مدافع فريق نادي القرمة. هذا لؤي العاني ينقل كرة الوسط لؤي إلى علي محسن. هالوفاق، أفضلية واضحة لفريق نادي القرمة على حساب نادي القاسم اللي يحاول الخروج من مناطق الدفاع. هذا مرتضى قصاد العائد إلى فريقه. طبعا مرتضى قصاد يعود إلى فريقه من جديد. مسلم عقيل يرتكب خطأ. مسلم عقيل
لاعب فريق نادي القاسم، أغلبية اللاعبين من اللاعبين الشباب طبعا لفريق نادي القاسم. الأمور صعبة جدا إذا بقي الحال كما هو، عدم وجود الدعم لفريق نادي القاسم، عدم انتشال نادي القاسم، عدم استقطابات جديدة بالنسبة لفريق نادي القاسم خصوصا اللاعبين المحترفين. هنا محاولة خطيرة على المرمى وهدف أول، ضاعت من علي علوان، ضاعت رأسية علي علوان أمام تألق الحارس مصطفى جاسم. علي علوان حاول أن يسجل أول أهداف اللقاء، لاحظ الإعادة دون مراقبة علي علوان، دون وجود لاعب ومدافع مرة أولى وثانية. علي علوان الأولى كانت من الحارس، وبعد ذلك المدافع علي حسن يبعدها من فوهة المرمى، وبالتالي يضيع هدف لفريق نادي القرمة على حساب نادي القاسم. تمركز ممتاز للمدافع طبعا علي حسن اللي غطى خلف الحارس، وبالتالي أبعد كرة هذا يوسف أومارو، ومرت كرة يوسف أومارو إلى خارج أرضية الملعب لركلة مرمى لصالح نادي القاسم. ركلة مرمى لصالح نادي القاسم، هذا يوسف أومارو موسم ثاني مع القرمة. حسن هادي نظرة على المباراة، نظرة على النتيجة، ممكن يعود بنتيجة طيبة حسن هادي. ركلة مرمى، يعني صعبة كانت المباراة الماضية أمام الشرطة اللي خسرها ب7 أهداف، وهي أكبر نتيجة طبعا في دورينا خلال هذا الموسم، وأكبر نتيجة تلقاها نادي القاسم منذ تواجده في دوري الكبار. موسم 2021 كان أول موسم، لكن هو تأهل لدوري الكبار موسم 19-20، لكن بسبب جائحة كورونا ألغي الدوري العراقي، لكن انطلاقته الحقيقية فريق نادي القاسم في دوري الكبار كانت في موسم 2021. رمية جانبية، هذا هالو وفاق الواضح أمامنا في الصورة، بينما علي علوان الأردني، فرصة التسجيل ضاعت على علي علوان. رمية جانبية، هذا محمد علي عطية صاحب هدف نادي القاسم الوحيد في مرمى نادي الشرطة. هنا المحاولة قريبة، مرتضى قصاد من أمامه تبعد، عملية الارتداد لفريق نادي القرمة عن طريق كرار، يحاول كرار عامر عملية تغيير اللعب لمكنزي مدافع اليسار إلى منتظر عن طريق الجانب الأيمن. منتظر عبد الأمير، يحاول منتظر عبد الأمير المرور من أمام دفاعات نادي القاسم، يحتفظ بالكرة منتظر، لكن ضغط على منتظر عبد الأمير، وبالتالي ضاعت محاولة فريق نادي القرمة أمام إصرار لاعبي فريق نادي القاسم بعدم ترك الفرصة للاعبي القرمة للوصول إلى هدف مبكر في هذا اللقاء. علي محسن، صقور الغربية وأسود سورة نادي القاسم. علي محسن، كرار عامر، شرطة نجف، فرق اللي يمثلها كرار عامر بالإضافة إلى الطلبة. عادت إلى مؤمل عبد الرضا، لاعب الطلاب السابق مؤمل عبد الرضا. تمرير الأمام، منتظر من أمام الإبعاد، منتظر عادت لوسط فريق نادي القرمة. حكم اللقاء الدولي مهند قاسم يشير الاستمرار بالسلامة لمنتظر عبد الأمير. ما نتمنى الإصابات اللاعبين، ما نتمنى الإصابات لجميع اللاعبين سواء كان لاعبين نادي القاسم أو نادي القرمة. يعني القرمة الموسم الماضي أنهى مشواره في الدوري العراقي في أول ظهور، كان المركز الثامن ب 56 نقطة، بينما نادي القاسم المركز العاشر ب 52 نقطة، وهو أفضل مركز لنادي القاسم من خلال المواسم الخمسة الماضية، وهذا موسم السادس. طبعا القرمة بداية مشواره فاز على دهوك بهدف لا شيء بخطأ من الحارس علي ياسين حارس دهوك. على النفط فاز 2-1، سجلت الأهداف عن طريق اللاعب علي علوان. تعادل مع الزوراء بدون أهداف، خسر من أربيل 2-1، كانت آخر مباراة للمدرب أحمد خلف. بعد ذلك استلم المهمة المدرب أنطونيو كازورلا، وفي بداية مشواره فاز على الكهرباء 4-0. علي علوان سجل هدف، مكنزي هدفين، أومارو هدف. خسر من الشرطة 1-0، وفاز على الميناء 2-0. أيمن حسين مؤمل عبد الرضا تعادل مع زاخو بدون أهداف، وفاز على الغراف 1-0 عن طريق أومارو، ومن ثم الفوز على النجف 2-0 علي علوان وجميل اليحمدي اللاعب العماني. هنا خطأ لنادي القاسم،
لكن آخر مباراة خسرها من الجوية 1-0. خطأ يشير لحكم اللقاء الدولي مهند قاسم. لاحظ هنا الإعادة، حكم اللقاء أشار لوجود ركلة حرة لصالح نادي القاسم. لاحظ تدخل من يوسف أومارو. نادي القاسم بداية مشواره خسر من النفط 3-0، من الكرخ 2-1، ومن أمانة بغداد 1-0. تعادل مع الغراف بدون أهداف، والتعادل الوحيد له خلال هذا الموسم. وأيضا خسر من الزوراء 2-0، ومن الميناء 2-0، وخسر من نادي القاسم. هنا المحاولة لصالح نادي القرمة قريبة لمنطقة جزاء نادي القاسم. لحد الآن عاجز فريق القرمة للوصول إلى مرمى نادي القاسم مع نتيجة الضغط الواضح. عملية المرور عن طريق الجانب الأيسر داخل منطقة الجزاء خطيرة، لكن تصل لحارس المرمى مصطفى جاسم. خسر من زاخو 1-0، ومن الكهرباء 2-0، ومن انديالة 3-0، ومن الطلبة أيضا 3-0، وآخرها كانت مع الشرطة خسر بنتيجة ثقيلة 7-1. لاحظ هنا الإعادة لصالح نادي القرمة بعد المرور من منتظر عبد الأمير اللي هيأها داخل منطقة الجزاء، وارتقاء علي علوان مع إليسو، لكن وصلت لحارس المرمى مصطفى جاسم. مصطفى جاسم كرة النقل الوسط، عملية التغيير، هجوم الآن لنادي القاسم. حاول فريق نادي القاسم الوصول إلى هدف في هذه اللحظات، لكن عملية الإبعاد من الدفاعات، عملية الإبعاد من الدفاعات، ومن أمام سيف الدين ظاهر. تعود للوسط أقرب لهالو، يعيدها إلى كرار. كرار كرة خطيرة، لكن مرت إلى الخارج إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية، علي علوان من جديد يهدد مرمى فريق نادي القاسم. يهدد مرمى فريق نادي القاسم علي علوان. عملية الإبعاد من الحارس مصطفى جاسم الواضح أمامنا في الصورة. 20 دقيقة يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي، والتعادل بدون أهداف ما بين الفريقين، ما بين نادي القاسم ونادي القرمة. ركنية، أحمد مكنزي دائما على الكرات الثابتة. أحمد مكنزي داخل منطقة الجزاء. لاحظ الركنية السادسة وعدم وجود محاولة أو ركنية لفريق نادي القاسم على حساب فريق نادي القرم. لذلك لغاية الآن الحارس محمد حميد في وضع مريح جدا، عدم وجود خطورة تذكر لفريق نادي القاسم على مرمى القرم. محاولة داخل منطقة الجزاء، مكنزي إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى لصالح نادي القاسم. إن شاء الله بالسلامة لحارس المرمى مصطفى جاسم. مصطفى جاسم حكم المباراة يستدعي معالج فريق نادي القاسم، بينما توجيهات المدرب أنطونيو كازورلا مدرب فريق نادي القرمة من أجل الوصول إلى ما يتمناه في هذه اللحظات هو التسجيل من خلال الشوط الأول، تفكير بنتيجة كبيرة، العودة من جديد إلى لاحظ الكرة الأخطر لعلي علوان مرة أولى وثانية، وبعد ذلك المدافع الإبعاد باللحظة الأخيرة علي حسن اللي أبعدها إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. هذه واحدة من الكرات الأخطر في هذا اللقاء من خلال هذه الدقائق اللي مرت للشوط الأول. علي حسن والحديث هنا الدولي مهند قاسم. دورينا لا زال ديربي الشمال، ديربي إقليم كردستان طبعا في دورينا دوري نجوم العراق. تعادل أيضا بدون أهداف
ما بين الفريقين. أربيل يريد التمسك بالصدارة، ودهوك يريد الزحف إلى مراكز متقدمة بعد النتائج الأخيرة مع المدرب عبد الغني شهد. بدأ يستعيد توازنه فريق دهوك اللي ظهر بشكل ممتاز الموسم الماضي، الفوز بالبطولة الخليجية والفوز ببطولة كأس العراق. يحاول خلال هذا الموسم أيضا يكون إلى بريق مع المدرب عبد الغني شهد. وأربيل يريد أن العودة إلى منصات التتويج بعد غياب لأكثر من 15 أو 13 عام عن منصات التتويج. طبعا آخر لقب كان موسم 2011-2012 مع المدرب السوري نزار محروس. فريق أربيل هو آخر لقب له، كان صاحب 4 ألقاب في دورنا. رمية جانبية يريد العودة إلى منصات التتويج مع المدرب باسم قاسم. رمية جانبية تنفذ، رمية جانبية عباس قاسم، عملية القطع موجودة والهجوم لا زال لفريق نادي القاسم. يحاول الاقتراب من مرمى فريق القرمة، لكن تمركز لاعبي ومدافعي القرمة حال دون وصول لاعبي القاسم إلى تهديد مرمى الحارس محمد حميد. رمية جانبية تنفذ من أمام علي علوان، وعملية الإبعاد إلى ركلة ركنية لصالح نادي القرمة. هذا علي عمار، لاعبين شبان مع فريق نادي القاسم. مؤمل عبد الرضا على التنفيذ للركلة الركنية. مؤمل لاعب القرمة، لاعب الطلاب السابق داخل منطقة الجزاء. أومارو حاول يوسف أومارو، هنا المرتدة، هذا مرتضى ينقل الكرة الأمام. مرتضى ممكن فريق نادي القاسم اللي يلعب بمهاجم وحيد هو محمد علي عطية، لاعب مهاجم فريق نادي القاسم. هذا هو محمد علي عطية لاعب فريق نادي القاسم ومهاجم القاسم. رمية جانبية لنادي القاسم تنفذ، الرمية الجانبية، عملية الإبعاد تصبح رمية جانبية لصالح نادي القرمة من الجهة البعيدة، لنادي القرمة من الجهة البعيدة. مكنزي، أحمد مكنزي تنفذ الرمية الجانبية، عادت للوسط، علي محسن عيدها إلى أحمد مكنزي، دوره إلى عباس قاسم. عباس قاسم مدافع نادي القرمة وقلب الدفاع مع كرار عامر. عملية تغيير اللعب إلى أحمد مكنزي، ممكن للوسط، عملية الهجوم الآن عن طريق خط الوسط، لكن عملية الإبعاد موجودة من أمام لاعبي فريق نادي القرمة. عملية تغيير في المنتصف، نادي القاسم ممكن الآن يفاجئ فريق نادي القرمة وجماهير القرمة الحاضرة في ملعب الرمادي لمؤازرة البرتقالي، لمؤازرة صقور الغربية، بينما نأسف لغياب جماهير نادي القاسم اللي كانت هي طبعا الدافع الكبير لتقديم النتائج المتميزة الموسم الماضي، والدعم الكبير واللامحدود من قبل جماهير نادي القاسم للفريق من خلال الموسم الماضي، وبالتالي حقق نتائج كبيرة وأسعد جماهيره الكبيرة فريق نادي القاسم. لكن هذا الموسم يعني بالنتائج السيئة والنتائج السلبية لفريق نادي القاسم عزفت عن الحضور الجماهير وعدم المتابعة للفريق. كرة النقل الوسط، عملية تغيير اللعب، المحاولة تستمر. نادي القاسم هل يفعلها في هذه اللقطة؟ كرار عامر قد يخطئ أمام مرتضى قصاد، لكن يعيدها بعد ذلك إلى حارس المرمى محمد حميد. لاحظ هنا الإعادة ومنتظر اللي يطالب بخطأ، لكن حكم المباراة أشار لاستمرار اللعب أو أحمد مكنزي. هالوفاق، علي محسن، علي نسبة الاستحواذ 60% للقرمة 40% لنادي القاسم. محاولة تمرير لكن بعيدة إلى خارج الملعب لرمية جانبية. رمية جانبية، هذا مسلم عقيل يلعب على الطرف الأيمن لصالح نادي القاسم. علي محسن في هذا التوقيت طبعا بنفس توقيت المباراة القرمة ونادي القاسم جوية يتقدم على أمانة بغداد بهدف للا شيء. جيبولا يسجل القوة الجوية والتقدم على أمانة بغداد. كرة النقل الوسط، مرتضى أيضا قطعت من أمام مرتضى قصاد، تعود للوسط.
مسلم عقيل محاصر بثلاث لاعبين للاعبي فريق نادي القرمه ومدافعي القرمه. هذا هالو فائق، هالو مرتضى والقطع لاعب وكابتن فريق نادي القاسم سيف الدين ظاهر. مرتضى قصاد، حلوه اللقطه، مسلم لمرتضى وهنا خطا لصالح نادي القاسم. حلوه اللقطه، حلوه المحاوله لنادي القاسم. تبادل ثلاثي ما بين مرتضى قصاد سيف الدين ظاهر ومسلم عقيل، وخطا لمرتضى، خطا لمرتضى. لاحظ مرتضى قصاد وهالو فاق بالاضافه الى لؤي العاني، والتدخل على مرتضى قصاد اللي يحصل على خطا مع وجود ركله حره لصالح نادي القاسم. ركله حره لنادي القاسم. علي علوان، علي علوان أربع أهداف في دورينا خلال هذا الموسم لعلي علوان. محاولة الآن لنادي القاسم داخل منطقة الجزاء، لكن بعد ذلك ابعاد من دفاعات القرمة. هذا علي محسن يحاول مرور علي محسن. لاحظ الإصرار من قبل لاعبي نادي القاسم في هذا اللقاء وعدم تقبل خسارة جديدة، عدم تقبل خسارة جديدة، لكن على الورق الكل تنصب الترشيحات لفريق القرمة للفوز في هذا اللقاء في ظل الفوارق وأيضا في ظل المعاناة اللي يعانيها فريق نادي القاسم. أكيد أغلب المتابعين لدورنا تكون الترشيحات لصالح نادي القرمة الفوز في هذا اللقاء، لكن لحد الآن نادي القاسم يلعب بشكل جيد وبواقعية في هذا اللقاء. بعض الأسماء ما تمتلك الخبرة في دورنا بالنسبة للاعبي نادي القاسم. لاحظوا الإعادة والدفع الواضح من لؤي العاني مع وجود ركلة حرة لصالح نادي القاسم. هذا عباس قاسم، عباس قاسم مدافع فريق نادي القرم، الزوراء فترة احترافية في الدوري الإيراني. ركلة حرة، علي حسن على التنفيذ، يلعب كرة للأمام لكن قريبة لحارس المرمى وكابتن فريق القرمة محمد حميد. محمد حميد كرة طويلة، يوسف أومارو حاول الضغط على لاعبي فريق نادي القاسم، عادت للوسط العاني لكن تمريرته خاطئة. إليسو لاعب البوركيني قادم الجديد مع نادي القاسم، عادت للوسط الآن لمصلحة فريق نادي القرمة، ومسلم عقيل يخطف الكرة يلعبها للأمام. سيف الدين ظاهر حاول يمر سيف الدين، سيف الدين ظاهر أمام لاعبي القرمة. هناك خطأ وسحب واضح من سيف الدين ظاهر وركلة حرة لصالح نادي القرم. اللاعب القادم من النفط سيف الدين ظاهر سبق وأن مثل طبعا أندية النجف، نفط الوسط. سيف الدين ظاهر ديوانية. هالو فاق إلى لؤي العاني، لؤي يعيدها إلى هالو فاق، حاول يغير اللعب هالو فاق للوسط لعلي محسن. علي محسن وصلت لكرار عامر المتقدم للأمام قلب الدفاع. عملية تغيير اللعب لجهة اليسار، منتظر عبد الأمير بالمباشر من منتظر قريبا لمنطقة الجزاء، ضغط من قبل المدافعي فريق نادي القاسم. إليسو حاول يتركها إلى خارج أرضية الملعب وتمر إلى ركلة ركنية. القرار إلى ركنية بعد ما اعتقد إليسو أن الكرة اصطدت بلاعب فريق نادي القرمة منتظر عبد الأمير. هذا هو إليسو اللاعب البوركيني. ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء. أحمد أو كرار عامر هالو فاق. تلاحظ حتى مدافعي نادي القرمة قريبين من منطقة جزاء نادي القاسم. المحاولة تستمر، ممكن الآن نادي القرمة عملية تمرير والرأسية مرت كرة ماكنزي إلى خارج أرضية الملعب. رأسية ماكنزي مرت إلى خارج أرضية الملعب. هذا هو أحمد ماكنزي. لاحظ هنا الإعادة واللقطة الماضية لرأسية أحمد ماكنزي اللي مرت بعيدة عن مرمى فريق نادي القاسم إلى خارج الملعب. ركلة مرمى لنادي القاسم، ركلة مرمى لنادي القاسم. تنفذ ركلة المرمى للوسط،
محاولة للقرمة، أقرب لعلي محسن، إلى هالو فاق، هالو لعلي علوان، علي علوان يعيدها لعلي محسن، دوره إلى كرار عامر جهة اليسار. تبقى المحاولة بإقدام لاعبي فريق نادي القرمة اللي حد الآن بعيد تماما عن هز شباك فريق نادي القرمة، أمام فريق لديه الإصرار من خلال هذا اللقاء عدم تقبل خسارة جديدة. هذا يوسف أومارو داخل منطقة الجزاء، لكن عملية الإبعاد تعود من جديد لفريق نادي القاسم، والإبعاد من مرتضى قصاد، لكن لا وجود للاعب في خط الأمام، وأقرب لحارس المرمى محمد حميد، أقرب لحارس المرمى محمد حميد. كرة عن طريق الوسط عالية، بعاد من أمام يوسف أومارو، وإن شاء الله بالسلامة بالسلامة، سلامة اللاعب أولا، سلامة اللاعب أولا قبل النتيجة، إن شاء الله بالسلامة للمدافع ذو الفقار محمد بعد اشتراك مع يوسف أومارو والإصابة. نلعب في الدقيقة 33 يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي، ومباراة القرمة ونادي القاسم لحساب الجولة 12 لدوري نجوم العراق لموسم 2025-2026. التعادل يستمر بدون أهداف لغاية الآن، لغاية الآن ما بين الفريقين. لاحظ هنا الإعادة وهنا اللقطة اللي كان اشتراك ما بين يوسف أومارو وأيضا المدافع ذو الفقار محمد. هذا هو يوسف أومارو، أومارو ركلة حرة، حارس المرمى مصطفى جاسم للوسط. لاحظ الأخطاء، 5 للقرمة و3 أخطاء لصالح نادي القاسم. إليسو هجوم مرتد الآن، علي محسن ينقل الأمام، منتظر 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 منتظر، قريبة لمنطقة جزاء نادي القاسم، خطيرة، وعلي علوان إلى الخارج. ضاعت من جديد على علي علوان، ضاعت من جديد على النشمي. علي علوان مرت إلى خارج الملعب، ركنية، قد لامست الحارس، قد أنقذها الحارس أو اصطدت بأحد مدافعي فريق نادي القاسم. لاحظ الإعادة، منتظر اللي ينطلق بسرعة وهيئها أمام منطقة الجزاء، والخطأ الدفاعي اللي كاد أن يكلف فريق نادي القاسم هدف في المرمى لولا التدخل من علي عمار المدافع. وهنا محاولة ماكنزي من جديد داخل منطقة الجزاء، المحاولة مستمرة، نادي القرمة يقترب شيئا فشيئا لمرمى نادي القاسم من أجل تسجيل هدف أول في هذه اللحظات، هدف أول في هذه اللحظات قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول. عملية الهجوم المرتد الآن نادي القاسم، وهنا حكم اللقاء الدولي مهند قاسم يشير إلى وجود خطأ مع إشهار بطاقة صفراء، بطاقة صفراء. هذا هو محمد حميد حارس المرمى لنادي القرمة. علي علوان اعتقد البطاقة الصفراء على منتظر عبد الأمير. لاحظ هنا الإعادة والهجمة اللي كانت بطاقة صفراء على لؤي العاني تقريبا، اعتقد لأن العرقلة كانت على لؤي العاني، بالفعل بطاقة صفراء على لؤي العاني وليس علي محسن أو منتظر عبد الأمير. كرة عادت الوسط الآن لصالح نادي القرمة، عملية المرور عن طريق مؤمل، علي محسن، مؤمل عبد الرضا لعلي لكن بعيدة، وصلت إلى دفاعات نادي القاسم وعملية تشتيت للأمام، فقط مدافعين نادي القرمة قريبين. عباس قاسم اللي يعيدها إلى كرار، كرار يحاول يلعبها لجهة اليسار إلى أحمد ماكنزي، حاول التقدم أحمد ماكنزي. أحمد إذا ما خرج بنتيجة تعادل نادي القاسم تعتبر جيدة، وأكيد مدرب حسن هادي أكيد سيعطي دفعة كبيرة لفريقه من خلال فترة الاستراحة ما بين الشوطين. هنا المحاولة، مرور ممتاز عن طريق اللاعب مسلم عقيل، والعرقلة واضحة وخطأ، خطأ خطأ خطأ، لاعب شاب، لاعب صغير ذو إمكانيات ممتازة اللاعب مسلم عقيل، وبطاقة صفراء لعلي محسن، صفراء لعلي محسن. بالسلامة إن شاء الله لمسلم عقيل.
لاحظ الإعادة البطاقة الثانية واضح ضرب من الخلف من لؤي العاني. مسلم عقيل إن شاء الله نتمنى له السلامة، ما نتمنى نشاهد الإصابة لهذا اللاعب. حسن هادي لحد الآن يدير المباراة بشكل جيد، مدرب فريق نادي القاسم أمام كم من النجوم لفريق نادي القرمة من لاعبين وكمدرب محترف، لذلك تحسب للمدرب حسن هادي هذه النتيجة لغاية الآن. هل يستمر صمود فريق نادي القاسم أمام القرمة إلى النهاية؟ هذا ما سنشهده من خلال ما تبقى للشوط الأول وأيضا في الشوط الثاني. هذا اللاعب مسلم عقيل لاعب فريق نادي القاسم أزعج دفاعات فريق القرمة بعدة كرات. اللاعب مسلم عقيل مع وجود خطأ لنادي القاسم، حكم اللقاء الدولي مهند قاسم، خطأ لصالح نادي القاسم، ركلة حرة مباشرة مع تقدم لاعبي نادي القاسم داخل منطقة جزاء القرمة. ممكن الآن الرأسية من إليسو لكن مرت ولا زالت المحاولة مستمرة مع تراجع يوسف أومارو مع المدافعين. هناك راية بوجود حالة تسلل، ركلة حرة غير مباشرة مع تقدم شاب أحمد كان في موقف تسلل، لاعب جهة اليسار لفريق نادي القاسم شاب أحمد. ينفذ الخطأ للقرمة، عائدة إلى كرار عامر لعباس قاسم، عباس قاسم دوره ينقلها إلى مؤمل عبد الرضا للوسط إلى لؤي العاني، لؤي لعباس قاسم، تعود لعلي محسن، عملية تغيير من كرار عامر، علي محسن، مؤمل عبد الرضا داخل منطقة الجزاء مع تقدم هالو داخل منطقة جزاء نادي القاسم، يدافع بأكثر من لاعب 7 إلى 8 لاعبين داخل منطقة الجزاء فريق نادي القاسم أمام محاولة القرمة داخل منطقة الجزاء. مكنزي منتظر ومكنزي وبعد ذلك ضاعت، وفريق نادي القاسم يدافع بشكل ممتاز لغاية الآن أمام محاولات نادي القرمة على المرمى. رمية جانبية تنفذ، كرار عامر للوسط إلى علي محسن إلى هالو فاق داخل منطقة الجزاء، خطيرة عملية الإبعاد، علي بينه وبين إليسو، وهنا أومارو وتصطد بدفاعات فريق نادي القاسم. لا زالت المحاولة والتشتيت بالمباشر من دفاعات نادي القاسم رغم محاولات نادي القرمة، رغم حصار نادي القرمة لمرمى نادي القاسم، لكن لم يستطع الوصول أمام هذا الكم من المدافعين وأيضا تألق الحارس. هنا المحاولة إليسو يحاول انطلاق للأمام، إليسو عملية تمرير، محاولة محمد علي، سيف الدين ظاهر وصلت لمؤمل عبد الرضا، مؤمل إلى علي محسن لاعب الوسط لاعب الارتكاز لنادي القرمة، ينقلها إلى مؤمل بعد ذلك للؤي العاني، منتظر كرار عامر، عباس قاسم، تعود إلى لؤي العاني حاول عملية اللف والدوران، لؤي العاني ينقل للأمام، لؤي العاني أقرب لعلي علوان، عادت لمؤمل للوسط من جديد، عادت للؤي العاني، ممكن الآن القرمة قبل النهاية للشوط الأول. هذا يوسف أومارو لكن مرة بعيدة إلى خارج الملعب، رأسية يوسف أومارو إلى خارج أرضية الملعب ركلة مرمى لنادي القاسم. ذو الفقار محمد مدافع اليمين لنادي القاسم، جيد ما نشاهده من فريق نادي القاسم من خلال هذا الشوط. المدرب الإسباني أنطونيو كازورلا، كرة عالية، دفع، خطأ على هالو، ركلة حرة
من امام سيف الدين ظاهر، ركله حره مباشره لمصلحه فريق نادي القاسم في منتصف ملعب نادي القرم. في منتصف ملعب نادي القرمة. هالو فائق والحديث مع حكم اللقاء الدولي مهند قاسم. إدارة ممتازة للشوط الأول بالنسبة لمهند قاسم وزملاء الطاقم التحكيمي. ركلة حرة. كثير من الاستحقاقات الخارجية سواء آسيويا خليجيا عربيا. مهند قاسم دائما تكون الصافرة التحكيمية العراقية بخير في الاستحقاقات الخارجية. محاولة الهجوم منتظر ولا زال جمهور القرمة ينتظر جمهور القرمة. المحاولة تستمر الآن. البرتقالي الصقور الغربية المحاولة تستمر. لؤي العاني مؤمل حاول يمر مؤمل يحاول إيجاد المساحة للتسديد. الله 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 على هدف جميل عن طريق مؤمل عبد الرضا. يا الله هدف رائع لمؤمل عبد الرضا يضعها بعيدة عن حارس المرمى مصطفى جاسم ليسجل أول أهداف المباراة. مؤمل عبد الرضا مر بشكل جميل وسدد بطريقة جميلة ليسجل أول أهداف ليفرح هذا الجمهور الحاضر على مدرجات ملعب الرمادي. إذا مؤمل عبد الرضا يسجل هدف جميل لفريق نادي القرمة في مرمى نادي القاسم، وهو هدف الثالث له خلال هذا الموسم بعد ما سجل الهدف الوحيد للقرمة في مرمى أربيل اللي خسرها أمام أربيل القرمة 2-1، وأيضا الهدف في مرمى الميناء والفوز للقرمة على الميناء بهدفين لا شيء. لذلك مؤمل عبد الرضا هدف الثالث في دورينا خلال هذا الموسم مع فريق القرمة، وهذه المرة على حساب نادي القاسم. رغم أن فريق نادي القاسم قدم 43 دقيقة ممتازة أمام فريق نادي القرمة، لكن أخيرا مؤمل عبد الرضا وكان هذا هو المؤمل لجماهير فريق القرمة أن يكون هدف في شباك مرمى نادي القاسم، وبالتالي لاحظ هذا هو مؤمل عبد الرضا اللي ركنها بشكل جميل على يمين حارس المرمى لنادي القاسم مصطفى جاسم. إذن القرمة هدف لا شيء لنادي القاسم. القرمة إذن يصل إلى مرمى فريق نادي القاسم بهدف عن طريق مؤمل عبد الرضا. كرة للوسط أحمد مكنزي منتظر عائدة لكرار عامر. كرة طويلة من كرار داخل منطقة جزاء نادي القاسم بعد من أمام أيسر قاسم. أيسر يعني الفترات الماضية كان أيسر قاسم يلعب بديل، لكن اليوم يدفع به أساسي في هذا اللقاء المدرب حسن هادي. عملية تغيير اللعب في آخر مباراتين طبعا داخل منطقة الجزاء، ومرت كرة يوسف أومارو إلى خارج أرضية الملعب. اللاعب من النيجر يوسف أومارو إلى خارج الملعب لركلة مرمى لصالح نادي القاسم. هذا هو صاحب هدف المباراة الوحيد. اليوم شاهدنا أهداف جميلة في دورينا، هدف بسام شاكر، هدف طبعا شريف عبد الكاظم، أهداف نادي الشرطة في مرمى نادي الموصل، وهذا الهدف طبعا من الأهداف الجميلة هدف مؤمل عبد الرضا. إذا 3 دقائق وقت محتسب بدل ضاع للشوط الأول للقاء القرمة ونادي القاسم لحساب الجولة 12 لدوري نجوم العراق، والتقدم للقرمة بهدف لا شيء. هذا سيف الدين ظاهر أمامنا في الصورة. سيف الدين ظاهر ركلة حرة لصالح نادي القاسم. ركلة حرة لنادي القاسم، بعيدين تماما عن مرمى فريق القرمة. نادي القاسم بعيدين تماما عن الخطورة اللي يتمناها المدرب حسن هادي. كرة عالية أيسر من أمامه تبعد أيسر عن طريق عباس قاسم قريبة الخط الجانبي، وعلي محسن حاول اللحاق بالكرة لكن طالت على علي محسن. رمية جانبية لصالح نادي القاسم من الجهة القريبة. هذا هو علي محسن لاعب الوسط، جوية زوراء الأندية الكبيرة اللي يمثلها علي محسن. رمية جانبية هذا عمار علي للوسط. علي علوان حاول اللحاق بالكرة. علي علوان لكن الدفاع والإبعاد عن طريق علي حسن. رمية جانبية لصالح نادي القرمة. علي علوان عائدة للؤي العاني. معطيه الحرية المدرب
كازورلا مدرب فريق نادي القرمة معطيه الحرية كاملة طبعا لوائل العاني، يتحرك على اليمين على اليسار للوسط. هذا هو أيسر قاسم، جناح الأيسر لفريق نادي القاسم. أيسر قاسم هو اسم أيسر ويلعب جناح أيسر لفريق نادي القاسم. ركلة مرمى مصطفى جاسم حارس المرمى، أكيد هو ما يتحمل الهدف اللي دخل فيه مرمى، كانت كرة قوية من مؤمل عبد الرضا بعيدة عنه طبعا، كانت حارس مرمى فريق نادي القاسم. كرة في المنتصف أيسر بينه وبين المدافع عباس قاسم، عادت من جديد القرمة يحاول مضاعفة النتيجة بهدف آخر قبل النهاية للشوط الأول، أم يستمر هذا التقدم إلى النهاية للشوط الأول؟ بعد ذلك التفكير سيكون لمدربي الفريقين من خلال الشوط الثاني لهذا اللقاء. رمية جانبية للقرمة من الجهة البعيدة، هنا شهاب أحمد. لاحظ لاعبي فريق نادي القاسم أغلبهم من اللاعبين الشبان، يعني ما عندهم الخبرة الكافية في الدوري العراقي. للوسط عائدة من علي علوان لعباس قاسم اللي غير لعب لجهة اليسار. عباس ماكنزي منتظر خلاص الدقائق الثلاث انتهت، لم يتبقى سوى صافرة حكم اللقاء الدولي مهند قاسم. للوسط إلى لؤي العاني. إذن في هذه الأثناء أيها الأحبة مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، الدولي مهند قاسم يطلق الصافرة النهائي الكاملة للشوط الأول من لقاء القرمة ونادي القاسم، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق نادي القرمة بهدف لا شيء. سجل الهدف عن طريق اللاعب مؤمل عبد الرضا. أحبتي استراحة قصيرة ثم العودة وإياكم مع مطلع الشوط الثاني لهذا اللقاء. وتصل بالتقدم عند اللاعب مناف يونس. مناف لكن هنا التقدم للقاسم. الله، هنا العبور وهنا المرور ومحمد علي يفتتح التسجيل. البداية للجريح أسد بابل يزأر هنا بالنجف بملعب النجف الدولي، والبداية لأبناء بابل رغم الظروف رغم الصعاب رغم المحن رغم كل شيء. نعم 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 نعم، يأتي أول أهداف المباراة بخطأ يكلف الكثير، غلطة الشاطر بلف، ويأتي هدف اللاعب الشاب. نعم محمد علي يسجل أول أهداف المباراة. شاهدوا هذا الأسيست الجميل بعد المرور، وهنا نعم يخطف الكرة بخطأ من المدافع مناف يونس، أعطى كرة على طبق من ذهب للاعب محمد علي يفتتح التسجيل، يقود فريقه بأول أهداف المباراة. الهدف الأول للجريح لنادي القاسم، يفعلونها كما تعودنا على هذا الفريق دائما ما يكون حاضر أمام الأندية الجماهير بأقصى ظروفه. التقدم يا أحمد، يحاول الوصول للمواس، عدى يا ناس هذا العقيد، مر المواس. الله 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 الله، هذا محمود المواس، هذا هو العقيد يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس، هذا هو محمود المواس. ماذا هناك؟ نعم بعد التدخل، هل هناك نعم التسلل أم لا؟ شاهد مرور المواس بهذه الإعادة، وهناك كانت راية من المساعد لتحرم المواس من هدف التعادل. أن أشار الحكم المساعد بأن هناك راية وتسلل. حكم المباراة نعم 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 نعم، يأتي هدف المباراة ونعم الهدف الشرعي لمحمود المواس. من محمود تأتي العرضية، كرة بالراس، هذا الثاني هذا الثاني. الله
يا أحمد فرحان، هذا هو الفنان الذي غاب عن الملاعب لفترة وعاد برقصته الشهيرة بأن يسجل الهدف الثاني في المباراة. تعزف القيثارة أوتارها بسيمفونية التقدم بلحن القيثارة الجميل، بلحن القيثارة الذي غاب نعم لعدة جولات متتالية عن الأهداف الرائعة. واليوم أحمد فرحان يعود 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 من بوابة نادي القاسم هنا بملعب النجف. هذا اللاعب الذي احتدنا عليه في المواسم الماضية يكون من المميزين الذين يسجلون الأهداف الجميلة. دخل مع الكرة في المرمى وسجل ثاني أهداف اللقاء. شاهد أحمد فرحان، هو الفنان، هو الفنان. يضيف الهدف الثاني في المباراة لنادي الشرطة لتصبح النتيجة بهدفين مقابل هدف لأندية دورينا. لا نريد أن نراها أن تكون بهذا الحال. وصلت كرة تقدم، هنا الثالث. الله يا أتيبة، يسجل ثالث أهداف المباراة. نعم، أمام الجريح نادي القاسم، وأتيبة الكاميروني يعلن عن ثالث أهداف المباراة حزنا على ذرف الدموع يذرفونها لاعبين نادي القاسم، الفريق الذي ينهار تماما بعد أن جاء الهدف الثالث والذي كان ينافس منذ الدقائق الأولى من أجل الوصول، من أجل أن يكون صامدا، ومن أجل أن يعود في المباراة. لكن هذا الأسمراني قد عمقت جراحات، قد عمقت جراحات بأسد بابل. هو جريح، ولكن رمح هذا الأسمراني الكاميروني نعم قد أصاب قلوب المحبين، قد أصاب قلوب جماهير نادي القاسم بهدف ثالث. قاسي يا أتيبة، قاسي، ويسجل الهدف الثالث بالمباراة من الأسمراني. نعم، وضعها في الشباك ليعلن عن ثالث أهداف المباراة. متقدمة وتسعى من أجل الوصول وتسجيل الهدف الرابع. المرور عند اللاعب أحمد فرحان، هذه المرة للسنغال. فعلها مرة أخرى، فعلها مرة أخرى. نعم، يفعلها ليونيل أتيبة ويعلن عن رابع أهداف المباراة. هذا لا يرحم، هذا لا يتعاطف، هذا لا يتعاطف. ليونيل أتيبة ويسجل الهدف الرابع في المباراة. نعم، أي قلب تحمل يا ليونيل أتيبة، فعلتها وسجلتها في المرمى لتعلن فيها عن رابع أهداف اللقاء. هنا الهدف الرابع لنادي الشرطة عن البديل. هو لا يتهاون ولا يتعاطف، كأنه يرد ويقول لا، لن نتهاون في كرة القدم، لن نتهاون في كرة القدم. جئنا من أجل الانتصار، جئنا من أجل تعزيز التقدم بالأهداف والنقاط، ونفعلها الآن ونسجل رابع أهداف المباراة. هذه بتقدم اللاعب محمد داود، انقطعت يا محمد، وهنا تصويبة السنغالي. أوه عند اللاعب دومينيك ماندي يعلن عن الهدف الخامس في المباراة من السنغالي. يأتي من الخلف، يصوب بقوة ويسجل خامس أهداف المباراة، خامس أهداف المباراة عند السنغالي، يسجل الهدف الخامس بعد تلك المحاولة التي مضت. شاهد هذه الإعادة للهدف الجميل من اللاعب دومينيك ماندي. لكن هنا التقدم من عبد المجيد أبو بكر لأحمد فرحان، وهذا السادس الآن، الهدف السادس الآن لنادي الشرطة. نعم، 6 أهداف بسداسية. الشرطة يضربون وأحمد فرحان لا يحتفل، بالفعل لا يحتفل أمام فريق منهار تماما، أمام فريق منكسر، أمام فريق نعم لا زالت الحسرة واضحة والدموع نعم أغرقت العيون بهذه المباراة، بهذا اللقاء. بالفعل 6 أهداف هي قاسية. يا نادي القاسم، بحسرة وبخيبة أمل كبيرة أن تكون 6 أهداف
أمام فريق الشرطة، فريق صعب، وأنت تدخل هذه المباراة نعم مثقل بجراحاتك، مثقل بالهموم، مثقل بكل شيء. فريق حتى امتنع من الوحدات التدريبية بأن يقدموا ما لديهم، وهو الفريق المنهار. ويأتي الهدف السابع، الهدف السابع في المباراة، الهدف السابع يا سادة يا مشاهدين، الهدف القاتل والقاضي لآمال وعودة الفريق. هذا الهدف الذي جعل نادي القاسم ينهار، والنتيجة الأكبر في دورينا، هذه النتيجة الأكبر في دورينا. وألف حسرة واضحة من الدكتور حسن. هادي 7 أهداف، وشريف يعتذر لعدم احتفاله بعد تسجيل الهدف السابع في المباراة. خابت الآمال وخابت الظنون لمن كانوا يشاهدون وينتظرون بأن يعود نادي القاسم بعد هذا الهدف القاسي، الهدف السابع في المباراة. 7 أهداف، نتيجة ثقيلة، نتيجة بالفعل قاسية جدا. المولدوف من دولة مولدوف على اليمين، محاولة عرضية، الله الله الله، وكل ما زاد التحدي وزادت المنافسة. يظهر شيرزود ليقود الإمبراطور إلى منصة التتويج. شيرزود تيميروف، وبتمريره وبانطلاقه، ومن هناك يمر من أمام الدفاعات، يخدع دفاعات الموصل، تخترق الدفاعات الحمراء على الجهة اليمين، وبعرضية وبمساندة رائعة بدأت من علي الشاخوان ومررت نعم عن طريق علي لمصطفى قابيل، والتمرير والإنهاء والهدف الأول للإمبراطور بكرة سليمة لا وجود لحالة تسلل. المتابعة الرائعة ليودعها في شباك مهدي هاشم، معلنة عن أول أهداف المباراة، عن أول أهداف المواجهة عن طريق تيميروف. نعم بركلة جزاء يتحصل عليها نادي أربيل، للثاني لشيرزود. نعم الثاني لمصلحة أربيل، وهو الهدف رقم 11 لشيرزود. من خلالها يضرب عصفورين بحجر، يرتقي ويصدق على الانتصار، ويرتقي بجدول الترتيب، ويرتقي هو شخصيا بجدول الهدافين بترتيب هدافي الدوري. إنه القناص الأوزبكي شيرزود تيميروف يواصل هذا التألق، يواصل هذا الإبداع، يدون الهدف الشخصي الثاني في هذا اللقاء، والهدف الشخصي 11 في منافسات بطولة الدوري. يبتعد أكثر، يرتقي أكثر بجدول ترتيب الهدافين وبجدول ترتيب الدوري. أربيل يقبض على الصدارة، أربيل لا زال في قمة الترتيب. يضح على اليسار، يضح بدقة متناهية، يضح من هناك بعيدة على حارس المرمى. بيل والتمرير، هذا ابراهيم توميو، الوصول الاول مطالبة لكن لا زالت خطيرة. جول اول للنوارس، الزعيم يسجل اول اهداف اللقاء. الله كاظم رعد بعدما فعلها بأول اللقاءات وسجل هنالك أمام الطلبة، اليوم يسجل أول أهداف الزوراء بالدقيقة 5، يبصم على أول أهداف النوارس، أول أهداف النوارس. نوارس والملاعب تشهدنا، نطير الفوق ما ننزل ترحنا. هكذا هو الزعيم، هكذا هو الزوراء. بدأها بداية قوية، شوف كيف بدأت، انطلق كرر نبيل إلى إبراهيم توميو اللي صوب، غيرت مسارها، هنا وجد المساحة، هوب هدف أول للزوراء. بداية مباغتة، بداية مفاجئة على فريق نفط ميسان، وكاظم رعد ما كذب خبر وسجل أول أهداف المباراة. الدقيقة 5 كانت كفيلة لأنه شاهد الهدف الأول بهذا اللقاء، وبذلك كاظم رعد هو من سجل هذا الهدف. احتفل على طريقته الخاصة بصورة جميلة، نعم في غاية الهدوء، يدون اللاعب على سعد
هدف التعادل بشباك الزوراء، هدف مقابل هدف بعدما سجل كاظم رعد للزوراء. الآن سجل اللاعب علاء سعد هدف التعادل. هدف التعادل، فرحة الدكة باللاعبين نفط ميسان، وبذلك الآن هدف مقابل هدف. دورة من هذه المسافة، حسين فلاح يمرر الآن، تعود لحسين فلاح، عالية الكرة، ثاني جول ثاني للزوراء. الله 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 الله، ومن غير النيجيري هنا، النيجيري ابراهيم توميو يسجل ثاني اهداف الزعيم. تكلم التاريخ، حضر الزعيم، سنعود فنحن التاريخ الجميل. ابراهيم توميو نعم يعرف طريق المرمى، ورأسية جميلة باغت من خلالها حسن نجم، عرضية من حسين فلاح، الرأسية والهدف الثاني للنوارس. هدف ثاني للزعيم برأسية ابراهيم توميو اللي سجل امام القاسم. نعم هنا يسجل مرة اخرى بهذه الجولات، وبذلك يعلن التقدم لفريق بشباك الموصل. يشارك الآن، الله 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 الله. إذن عودة من جديد أحبتي مشاهدي ومتابعي قناة الرياضية، قنوات شبكة الإعلام العراقي، ولقاء القرمة ونادي القاسم بعد ما تركنا الشوط الأول ينتهي لصالح نادي القرمة بهدف مقابل لا شيء. سجل الهدف عن طريق اللاعب مؤمل عبد الرضا. واضح في الصورة فريق نادي القاسم وبنفس الأسماء اللي كانت حاضرة في الشوط الأول، بتواجد جميع اللاعبين اللي كانوا في الشوط الأول، بينما تغيير وحيد فقط حصل لنادي القرمة في هذه الأثناء. طبعا دخول لاعب بالرقم 19 مع تشكيل فريق نادي القرمة. إذن على بركة الله حكم اللقاء الدولي مهند قاسم يعلن عن بداية الشوط الثاني للقاء القرمة، اللي بدأ يلعب من اليمين لليسار بلونه البرتقالي، بين فريق نادي القاسم يلعب بالأزرق من اليسار لليمين. تغيير أول طبعا لفريق نادي القرمة في هذه الأثناء، دخول لاعب محمد حسن رضا وخروج اللاعب علي محسن. محمد حسن يشترك الآن مع تشكيل فريق نادي القرمة بديل لعلي محسن في أول تغييرات المدرب الإسباني أنطونيو كازورلا في هذه اللحظات، بينما فريق نادي القاسم بنفس الأسماء الحاضرة في الشوط الأول. هنا محاولة داخل منطقة الجزاء، ممكن لا نادي القاسم في هذه اللقطة إليسو عملية تسديد لكن ضعيفة من إليسو لترتد للاعبيه ومدافعي فريق نادي القرمة. القرمة أصبحت تشكيلته طبعا محمد حميد، كرار عامر، عباس قاسم، وأيضا هالو فائق، أحمد مكنزي، لؤي العاني، واللاعب البديل اللي اشترك الآن محمد محسن في هذه اللحظات، محمد حسين رضا اللي اشترك بديل لعلي محسن، بالإضافة إلى مؤمل عبد الرضا صاحب هدف المباراة في الشوط الأول، بالإضافة إلى منتظر عبد الأمير ويوسف أومارو وأيضا علي علوان.
وبنفس التشكيل نادي القاسم دخل إلى الشوط الثاني بمصطفى جاسم، إليسو، علي عمار، وعلي حسن ذو الفقار، محمد مرتضى قصاص، سيف الدين ظاهر، شهاب أحمد، ومحمد علي، عطية، أيسر قاسم، ومسلم عقيل. تشكيلة المدرب طبعا حسن هادي لفريق نادي القاسم. كرة النقل للأمام، المحاولة نادي القرمة في محاولة على مرمى نادي القاسم لكن بعيدة عن مكنزي، مرت إلى خارج أرضية الملعب. هذا وأحمد مكنزي مدافع اليسار، شهاب أحمد على التنفيذ للرمية الجانبية، مرت من أمام محمد علي لاعب ومهاجم فريق نادي القاسم. كرر عامر يعيدها بدوره إلى عباس قاسم، يحاول الضغط، محمد علي عطية لاعب ومهاجم فريق نادي القاسم، عملية تغيير اللعب عن طريق الجانب الأيمن، تستمر المحاولة، أيسر وسجاد. جمهور يشترك الآن أيضا مع تشكيل فريق نادي القاسم، خروج أيسر وسجاد. جمهور هو من يشترك أيضا مع فريق نادي القاسم. يعني كل مدرب أجرى تغيير وحيد من خلال مطلع الشوط الثاني، تغيير وحيد من خلال مطلع الشوط الثاني. سجاد جمهور يشترك مع نادي القاسم بالإضافة إلى محمد حسين اللي اشترك مع فريق نادي القوم. كرة عائدة جهة اليسار، عملية تمرير الأمام إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لصالح نادي القرمة من الجهة البعيدة، مؤمل عبد الرضا صاحب هدف المباراة الوحيد، ثالث أهدافه في دورينا خلال هذا الموسم بعد ما سجل على أربيل وعلى الميناء. غياب لفترة طويلة لنجم منتخبنا طبعا المهاجم أيمن حسين اللي عنده فقط هدف وحيد على الميناء. أيمن حسين غياب بداعي الإصابة لفترة طويلة مع فريق نادي القرمة. رمية جانبية نادي القاسم، عملية تمرير في المنتصف، منتظر والضغط على لاعبي فريق نادي القاسم، المحاولة تستمر ممكن الآن. مسلم اللي قدم شوط أول ممتاز داخل منطقة الجزاء، ممكن سيف الدين ظاهر، إليسو لاعب البوركيني يحاول اللفة الدوران لكن عادت لفريق نادي القرمة مع عملية الهجوم المرتد. الآن مؤمل اللي ينقلها إلى يوسف أومارو قريب لمنطقة جزاء فريق نادي القاسم. أومارو عودة للخلف من أومارو إلى منتظر عبد الأمير، يعيدها إلى يوسف أومارو قريب من علم الزاوية لمرمى القاسم وداخل منطقة الجزاء، والإبعاد إلى ركلة ركنية. علي حسن والإبعاد إلى ركلة ركنية لصالح نادي القرم. هذا هو مؤمل عبد الرضا اللي هيئ كرة للأمام إلى يوسف أومارو. مؤمل عبد الرضا لاحظ هذه تمريرة أومارو داخل منطقة الجزاء لكن الاستقبال كان عن طريق المدافع علي حسن اللي يبعدها إلى ركلة ركنية لصالح نادي القاسم لنادي القرمة على مرمى نادي القاسم اللي يدافع بأكثر من لاعب أمام محاولات القرمة اللي يحاول مضاعفة النتيجة. حديث عن نادي القرمة، إذا ما أردت المنافسة على اللقب عليك الفوز على المنافسين، على اللي لديهم حظوظ كبيرة في الفوز بلقب الدوري العراقي. لذلك نتحدث عن نتائج فريق نادي القرمة أمام الفرق الكبيرة. تسديدة من بعيد لكن إلى الخارج، ركلة مرمى. إذا أردت الفوز باللقب، الوصول إلى اللقب، عليك الفوز على المنافسين. نتحدث عن القرمة، هو خسر من أربيل المتصدر للدوري العراقي، خسر مع ثالث ترتيب مع الشرطة، خسر مع الجوية ثالث الترتيب، تعادل مع الزوراء خامس الترتيب. يعني ركلة مرمى لصالح نادي القاسم، كرة عادة الوسط، هناك خطأ لصالح نادي القاسم، ركلة حرة لصالح نادي القاسم. سيف الدين ظاهر، مؤمل، إذن بطاقة صفراء لمحمد حسين. مرتضى قصاد كابتن فريق نادي القاسم، مؤمل والبطاقة الصفراء.
مؤمل عبد الرضا، والبطاقة الصفراء من قبل حكم اللقاء الدولي مهند قاسم. بطاقة صفراء لمؤمل عبد الرضا. لاحظ هنا الارتقاء بينه وبين سيف الدين ظاهر، والخطأ على مؤمل، وبطاقة صفراء على مؤمل. اليوم البطاقات الصفراء على لاعبي نادي القرمة، لويل عاني وعلي محسن في الشوط الأول، الآن مؤمل عبد الرضا. هذا جمهور نادي القرمة سعيد بهذا التقدم، سعيد بهذه النتيجة. جمهور اللي دائما ما يكون مؤازر بشكل كبير لفريقه عندما يكون في ملعبه أو خارج ملعبه. إن شاء الله بالسلامة أمام نظرات المدرب حسن هادي مدرب فريق نادي القاسم، اللي اليوم في دكة البدلاء فقط 5 لاعبين، 4 لاعبين والحارس، 5 لاعبين فقط موجودين في دكة البدلاء بالنسبة لفريق نادي القاسم. لاحظ المعاناة يعني، والأسماء ليست بالأسماء اللي يتمناها حسن هادي، مع كل احترامنا للاعبين البدلاء بالنسبة لفريق نادي القاسم، لكن هذه الأسماء ما تعطيك إضافة مثلا لفريق عند التغيير. لكن ممكن بدخول سجاد جمهور هذا اللاعب يعني إلى فترة يلعب في الدوري العراقي، لكن بقية الأسماء نتحدث عن مسلم ميثم، أمير محسن، زيد علي، هذه الأسماء هي اللاعبين الشبان. طبعا نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق ويكونون خير سند لفريق نادي القاسم. إبراهيم ياسين أيضا من حراس الشباب يعني موجود في دكة البدلاء. ركلة حرة لصالح نادي القاسم، تنفذ الركلة الحرة داخل منطقة الجزاء، تترك لمحمد حميد حارس المرمى لنادي القرم. كرة عالية من محمد حميد، بحث عن علي علوان، عن أومارو، خط الهجوم لفريق نادي القرمة، لكن عاجز خط الهجوم بالنسبة لأومارو أيضا لعلي علوان، لكن اللي سجل الهدف هو لاعب جناح أيمن، لاعب مؤمل عبد الرضا. كرة عن طريق الوسط، إن شاء الله بالسلامة لعلي عمار مدافع فريق نادي القاسم. لاحظ هنا الإعادة، كرار عامر قلب الدفاع لنادي القرمة، أقرب لعباس قاسم، يحاول التقدم عباس قاسم، عباس هالو فاق، هالو فاق، عائدة إلى كرار عامر، كرار عملية تغيير، منتظر عبد الأمير، أومارو لمنتظر، خذوهات، كرة جميلة يتبادل لاعبي فريق القرمة داخل منطقة الجزاء، لكن إبعاد من علي حسن. علي حسن وعملية الإبعاد إلى خارج أرضية الملعب لتصبح رمية جانبية لصالح نادي القرمة. تنفذ الرمية الجانبية داخل منطقة الجزاء، المحاولة عن طريق يوسف أومارو، لكن قطع من أمام يوسف أومارو. عملية الهجوم المرتد الآن لنادي القاسم، عملية تمرير أقرب لمسلم عقيل، لكن تغطية من كرار يعيدها لحارس المرمى محمد حميد، حارس المرمى لنادي القرمة. كرار عامر جهة اليسار، مكنزي يحاول التقدم، مكنزي أحمد مكنزي لا زال يحتفظ بالكرة، أحمد مكنزي قريب من الخط الجانبي، يحاول يحكس كرة داخل منطقة الجزاء لنادي القاسم، وعملية الإبعاد إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية لصالح نادي القرمة، هذا منتظر عبد الأمير، تنفذ رمية جانبية للوسط أقرب لأحمد مكنزي، أحمد علي علواني يحاول يمر، دفاع نادي القاسم، دفاع نادي القاسم، منتظر يحاول يمر، منتظر داخل منطقة الجزاء، خطيرة على مرمى فريق نادي القاسم، أقرب لمؤمل عبد الرضا، يعكس كرة، محاولة خطيرة للقرمة، الإبعاد من دفاعات نادي القاسم إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية جانب، إلى رمية جانبية، رمية جانبية لصالح نادي
قرمة من الجهة البعيدة. لؤي العاني بنفس الطريقة بنفس الأسلوب يلعب نادي القاسم اللي بدأ الشوط الأول بهذه الطريقة، ويبدأ الشوط الثاني بنفس الطريقة. محاولات نادي القرمة أمام دفاع قوي لفريق نادي القاسم، هذا أومارو والحارس مصطفى جاسم، والإبعاد لأخطر كرات نادي القرمة من خلال الشوط الثاني عن طريق يوسف أومارو حاول أن يصل إلى مرمى نادي القاسم، لكن الحارس يتألق مصطفى جاسم ويبعده إلى خارج الملعب لركلة ركنية. تنفذ ركنية، منتظر يسدد على المرمى لكن بعيدة كرة منتظر إلى خارج أرضية الملعب. لاحظ هنا الإعادة كان ممكن يركنها قريبة للقائم الأيمن لمرمى فريق نادي القاسم، لكن يقظة الحارس هي من حالة دون تسجيل. أومارو هدف ثاني لفريق القرمة، هذا هو يوسف أومارو، لاعب من النيجر 32 سنة. طبعا هو الموسم الثاني على التوالي، جاء الموسم الماضي في فترة الانتقالات الشتوية لفريق نادي القرمة، قادم من الملعب التونسي، قادم من الدوري التونسي وبالتحديد من نادي الملعب التونسي لنادي القرمة في فترة الانتقالات الشتوية، وتألق بشكل كبير أومارو. المشاركة العاشرة ليوسف أومارو خلال هذا الموسم مع فريق القرمة. محاولة للقرمة قريب الخط الجانبي، عملية الإبعاد إلى خارج الملعب عن طريق اللاعب شهاب أحمد اللي أبعدها إلى خارج الملعب. أعتقد هناك تغيير، هل هناك تغيير؟ هذا لؤي العاني اللي كان منطلق بسرعة، وبعد ذلك تدخل من شهاب أحمد مع لؤي العاني، وحكم المباراة يبدو لي يحاول التأكد من الحالة، هل تستحق البطاقة؟ إن شاء الله بالسلامة للؤي العاني، وأيضا بالسلامة لشاب أحمد. هذا هو شاب أحمد لاعب فريق نادي القاسم. قطع لصالح نادي القرمة، يوقف اللعب في هذه الأثناء. هل هناك دعس من لؤي العاني على قدم اللاعب شاب أحمد؟ يريد التأكد من هذه الحالة. قد يكون هناك حديث في غرفة الفار ما بين سجاد خالد وأحمد صباح موجودين في غرفة الفار. مرتضى قصاد كابتن فريق نادي القاسم يتحدث مع الحكم الدولي مهند قاسم. ننتظر القرار من حكم اللقاء. اللقطة الماضية وإيقاف اللعب في هذه الأثناء. لحد الآن نتيجة أمام هذا التقدم، هذا مصطفى كريم نجمنا الدولي السابق، واضح في الصورة ضمن الكادر الفني لنادي القرمة. بهذه النتيجة طبعا القرمة إلى المركز الرابع. الجوية أيضا بعد التقدم على أمانة بغداد يصل إلى المركز الثالث بعد الشرطة، فارق الأهداف للشرطة على حساب القوة الجوية اللي ستجمعهم مباراة كبيرة في الجولة القادمة، الجولة 13 من دوري نجوم العراق، ولقاء القمة ديربي العاصمة طبعا ما بين القوة الجوية والشرطة يوم السبت القادم. الكل يترقب وينتظر. إذن عودة إلى الفار، وما هو القرار؟ هل هناك بطاقة تستحق حالة طرد لشاب أحمد؟
هل هناك دعس على القدم من قبل لؤي العاني على شهاب أحمد؟ شاهد اللقطة لأكثر من مرة. لؤي العاني هل استخدم القوة لؤي العاني في هذه اللقطة ومن خلالها تستحق البطاقة الحمراء؟ لاحظ، لأن لؤي العاني عنده بطاقة صفراء في الشوط الأول، إذا ما كانت هناك بطاقة صفراء أخرى ستكون حالة الطرد حاضرة للؤي العاني. إذا أشهر بطاقة صفراء أخرى للؤي العاني راح تكون حالة طرد للؤي لاعب الوسط لفريق نادي القرمة، لكن ننتظر القرار. هل يعتبرها حالة طبيعية مرة أولى وثانية؟ حكم المباراة يريد التأكد بشكل أكبر حتى لا يظلم اللاعب أو يعطي الحق لكل ذي حق في هذه اللقطة إذا كان مخطئ لؤي، وإذا ما كان غير مخطئ إذن بطاقة صفراء أخرى والحمراء على لؤي العاني. إذن بطاقة صفراء أخرى، بطاقة صفراء أخرى للؤي العاني بعد ما تلقى بطاقة صفراء في الشوط الأول. هذه البطاقة الثانية من خلال الشوط الثاني، ذلك يطرد بالبطاقة الحمراء. بطاقة صفراء ثانية للؤي العاني ويطرد بالبطاقة الحمراء. إذن القرمة سيكمل المباراة ب10 لاعبين أمام نادي القاسم. هل يستغل هذا النقص العددي لاعبي القاسم والعودة على الأقل بنقطة من ملعب الرمادي أمام القرمة؟ عملية الهجوم الآن لصالح نادي القاسم، عملية تغيير. سيف الدين ظاهر حاول يمر، ضغط على سيف الدين ظاهر، المحاولة تستمر. هلو فاق، رمية جانبية. علي عمار على التنفيذ لنادي القاسم. علي عمار على التنفيذ لنادي القاسم، قريبة لمنطقة الجزاء لنادي القرمة. المحاولة تستمر الآن عن طريق الوسط. نادي القاسم هل يستغل المساحات لفريق نادي القرمة بعد خروج اللاعب لؤي العاني بالبطاقة الحمراء داخل منطقة الجزاء؟ خطيرة على مرمى نادي القرمة. محاولة تستمر، عملية الإبعاد من الدفاعات، عادت لإيليسو البوركيني، عيد الخلف إيليسو إلى علي حسن يحاول يغير اللعب لجهة اليسار. المحاولة تستمر لمصلحة فريق نادي القاسم. مرتضى قصاد، عباس قاسم دوره يتركه لحارس المرمى محمد حميد اللي هو الآخر أيضا يتركه إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى. لاحظ هنا الإعادة والبطاقة الصفراء الثانية اللي أشهرت للاعب لؤي العاني وعلى أثرها ترك المباراة بالبطاقة الحمراء. بطاقة صفراء أخرى. رمية جانبية لصالح نادي القاسم من الجهة البعيدة. هذا سيف الدين ظاهر. هل يظهر فريق نادي القاسم بمظهر آخر في الشوط الثاني يكشر عن أنيابة في هذه اللحظات من خلال الشوط الثاني والوصول إلى هدف تعادل واستغلال عامل النقص العددي الموجود لدى لاعبي فريق نادي القرمة؟ لمسة يد على مرتضى، لمسة يد على مرتضى قصاد. ركلة حرة لصالح نادي القرمة. المدرب كازورلا المدرب الإسباني اعتقد راح يغير على مستوى التشكيل. هذا مرتضى قصاد، مرتضى قصاد. إذن تغييرين. جميل اليحمدي شاهدناه في الصورة، جميل اليحمدي وإبراهيم سعادة الأردني العماني والأردني على رادار المدرب كازورلا من خلال الشوط الثاني من خلال التغييرات. هذا علي عمار مدافع، هذا إبراهيم سعادة سيشترك الآن. إبراهيم سعادة، إبراهيم سعادة سيدفع به الآن بالإضافة إلى جميل اليحمدي اللاعب العماني لاعب منتخب عمان.
إذن أومارو يغادر الملعب في هذه الأثناء، بالإضافة إلى منتظر عبد الأمير. تغييرين دفعة واحدة للإسباني أنطونيو كازورلا، تغييرين دفعة واحدة. هذا سعادة، إبراهيم سعادة يشترك كبديل، بديل يوسف أومارو. منتظر عبد الأمير أيضا يغادر، ودخول جميل اليحمدي. إليسو جهة اليسار، نادي القاسم في محاولة اسوء الصورة أمام صقور الغربية في لقاء لحساب الجولة 12 لدوري نجوم العراق، والتقدم منذ الشوط الأول عن طريق مؤمل عبد الرضا. كرة الوسط إبراهيم سعادة، يحاول يمر إبراهيم سعادة، أول لمسة لإبراهيم سعادة، يحاول يمرر جهة اليسار إلى مكنزي. مكنزي أحمد، يحاول يمر أحمد مكنزي قريب لمرمى فريق نادي القاسم، لكن تمريرته خاطئة، والدفاعات في التصدي لنادي القاسم والإبعاد إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. رمية جانبية. ذو الفقار محمد واضح أمامنا في الصورة، مدافع فريق نادي القاسم ذو الفقار. هذا أحمد مكنزي. تنفذ رمية جانبية. إبراهيم سعادة، يحاول المدرب مع التغييرات فريقه يسجل هدف آخر بالنقص العددي. محاول الوسط محمد حسين، أيضا واحد من بدلاء نادي القرمة من خلال الشوط الثاني، هذا هو محمد حسين. عيد إلى عباس قاسم، الدورة إلى كرار عامر، كرة يتناقلها لاعبي فريق نادي القرمة. لاحظ المدرب حسن هادي بدأ يجازف، يلعب باثنين لخط الأمام، بمهاجمين لخط الأمام. محاولة لمصلحة فريق نادي القرمة عن طريق الجانب الأيمن، مؤمل عبد الرضا، خطيرة الآن اليحمدي ممكن، لكن مرت على جميل اليحمدي، مرت على جميل اليحمدي لتصل لدفاعات نادي القاسم. عملية الإبعاد جهة اليسار، مسلم عقيل يعيدها للوسط، هجوم الآن، محاولة لفريق نادي القاسم، هناك خطأ ودفع وركلة حرة، ركلة حرة لصالح نادي القاسم. هذا محمد علي، يشكو من إصابة محمد علي مهاجم فريق نادي القاسم. محمد علي جهة اليسار نادي القاسم، عودة إلى الخلف، تمريرات لفريق نادي القاسم، لكن كرات بدون تركيز من قبل لاعبي فريق نادي القاسم يفقدها امام لاعبي نادي القرمة. عملية الهجوم الان، مكنزي يحاول يمرر الى جميل اليحمدي، لو انطلق للامام اليحمدي، خطيرة الان القرمة داخل منطقة الجزاء، وعلي علوان، الطول على علي علوان الى حارس المرمى لنادي القاسم مصطفى جاسم. علي علوان 4 أهداف خلال هذا الموسم مع نادي القرمة. عملية الهجوم، هو قادم من سيلانغور الماليزي. علي علوان متواجد مع فريق نادي القرمة خلال هذا الموسم، اللاعب الأردني هداف بطولة العرب ب6 أهداف، البطولة الأخيرة اللي أقيمت في قطر وكان بطلها المنتخب المغربي. عباس قاسم، عملية اللفة الدوران من مؤمل لإبراهيم سعادة، أحمد مكنزي، أحمد يغير اللعب للجهة البعيدة، محاولة لصالح نادي القرمة، لكن مرت من أمام علي علوان إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لصالح نادي القرمة من الجهة البعيدة. نادي القاسم يحقق نسبيا أفضلية خلال الانتشار، لكن بدون خطورة على مرمى الحارس محمد حميد، يعني نسبة استحواذ لكن بدون خطورة على مرمى الحارس محمد حميد. القرمة قد يتأثر بالنقص العددي فريق نادي القرمة أمام لاعبي فريق نادي القاسم. عملية تغيير اللعب هناك على الطرف الأيمن، محاولة الإبعاد إلى خارج أرضية الملعب لرمية جانبية، مدافع علي عمار، والإبعاد إلى خارج الملعب، رمية جانبية لصالح نادي القرمة. هذا سيف الدين ظاهر، عودة للخلف، كرار عامر للوسط، إبراهيم سعادة، إبراهيم بعيدة عن مكنزي إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لصالح نادي القاسم من الجهة القريبة. تنفذ رمية جانبية، إليسو ضغط من علي علوان،
على إليسو، بعد ذلك اليحمدي، عادت من جديد لعلي، حاول يمر علي علوان، علي لليحمدي من العماني للأردني، لكن مرت على لاعبي فريق نادي القرمة، وصلت لإليسو البوركيني اللاعب والمحترف الوحيد مع فريق نادي القاسم. جهة اليسار نادي القاسم، حاول سحب لاعبي نادي القرمة للأمام، وبعد ذلك ممكن إيجاد الفرصة المساحة للوصول إلى هدف تعادل، الخروج بنقطة من ملعب الرمادي مع القرمة، نقطة وحيدة من تعادل أمام الغراف نادي القاسم. ماكنزي، حكم المباراة لا يشير لشيء، عادت من جديد مسلم عقيل، لكن يخسرها مسلم عقيل لاعب نادي القاسم، والعتب من عطية على اللاعب مسلم عقيل، تعود لعلي علوان، يحاول يمر للأمام علي علوان، أقرب لليحمدي، لكن تغطية دفاعية ممتازة عن طريق اللاعب علي حسن اللي قدم مباراة أكثر من رائعة، مدافع فريق نادي القاسم علي حسن. عادت للوسط، كرار عامر مرة أخرى، نادي القرمة يريد إسعاد جماهير الحاضرة المتواجدة في ملعب الرمادي، يحاول تعويض خسارته أمام نادي القوة الجوية، وجاسم غلام المدير الإداري لفريق نادي القرمة، وعمل جاسم غلام الآن مع فريق نادي القرمة بعد ما قضى فترة طويلة في العمل الفني والإداري مع القوة الجوية، الآن يتواجد كمدير إداري لفريق نادي القرمة. جاسم غلام واحد من نجوم آسيا 2007، واحد من نجوم منتخباتنا الوطنية والقوة الجوية، مع مصطفى كريم أيضا واحد من نجوم منتخباتنا الوطنية. نادي القرمة يستعين بنجوم منتخباتنا الوطنية السابقين، مصطفى كريم وجاسم غلام، بالإضافة إلى مدرب محترف، لاعبين على مستوى عالي. يعني نادي القرمة يدخل هذا الموسم بقوة للمنافسة على لقب الدوري العراقي مع أندية الشرطة، الجوية، أربيل، الزوراء، الطلبة، فرق اللي لديها طموح كبير بحصد اللقب. كرار عامر، ولا ننسى دهوك بعد عودته لتحقيق النتائج الجيدة مع عبد الغني شاهد. جميل اليحمدي لعباس قاسم، عباس، كرار عامر للوسط لابراهيم سعادة، ابراهيم الأردني حاول تمرير للوسط، محمد عيده إلى كرار عامر بدوره، ينقلها إلى أحمد ماكنزي جهة اليسار الآن لمصلحة فريق نادي القرمة داخل منطقة الجزاء، ممكن الآن علي علوان والحارس، الله 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 على مرور بشكل رائع من علي علوان، والأروع كان حارس المرمى مصطفى جاسم. الله لهذا الحارس بعد التدخل بدون ارتكاب الخطأ لعلي علوان اللي أخذ الكرة بشكل جميل. لاحظ الإعادة، لاحظ اللقطة، أحمد ماكنزي اللي هيئها داخل منطقة الجزاء، وبهذه الطريقة أخذ الكرة علي علوان، حاول يمر من أمام الحارس مصطفى جاسم، لكن في اللحظة الأخيرة مصطفى جاسم حارس نادي القاسم ينقذ مرماه من هدف ثاني لنادي القرمة، وكان ممكن هذا الهدف يقلل من حظوظ نادي القاسم العودة لأجواء المباراة. علي علوان يتحين الفرص للتسجيل، هذا ماكنزي داخل منطقة الجزاء الرأسية، وصلت لحارس المرمى مصطفى جاسم. ربع ساعة أخيرة يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي، ولقاء القرمة ونادي القاسم، والتقدم لا زال لنادي القرمة منذ الشوط الأول عن طريق اللاعب مؤمل عبد الرضا. مؤمل عبد الرضا سجل في الشوط الأول وغاب التسجيل في الشوط الثاني. جهة اليمين شاب أحمد ينقل الوسط لإيليسو، غير لعب إيليسو إلى علي حسن، علي، مباراة ممتازة أداها هذا المدافع. علي إلى علي عمار ليعيده إلى علي حسن، حاول لاعبي فريق نادي القاسم، عائدة للخلف من جديد، تنقل الوسط إلى مرتضى قصاد، مرتضى بدوره إلى إيليسو، إيلي ينقلها لشهاب أحمد داخل منطقة الجزاء، ومحمد حميد هو الأقرب من مهاجم فريق نادي القاسم مسلم عبد. محمد حميد كرة عالية الأمام، علي علوان يحاول الضغط على دفاعات نادي القاسم، وبعد ذلك مرت إلى خارج أرضية الملعب رمية جانبية ذو الفقار محمد،
ذو الفقار محمد. رمية جانبية أحمد مكنزي من جديد. علي علوان بلقطة جميلة مرة أخرى. أحمد مكنزي كرة يتناقل لاعبي فريق نادي القرمة، لكن علي علوان أو مكنزي كان في موقف تسلل. موقف تسلل، ركلة حرة غير مباشرة قريب من علم الزاوية لمرمى فريق نادي القاسم. هذا هو المهاجم مسلم عقيل، كان ممتاز في الشوط الأول. علي علوان اللاعب الخبرة، اللاعب المميز، سيصبح لاعب مونديالي طبعا بعد تأهل الأردن إلى كأس العالم في أمريكا والمكسيك وكندا. من الآن نتحدث عن علي علوان وعن الأسماء الموجودة في دورينا، إبراهيم سعادة وهذه الأسماء مع منتخب الأردن المتأهل إلى كأس العالم. إليسو حلوة من البوركيني، عودة للخلف. ذو الفقار محمد تركب دوره إلى علي حسن لإليسو. إذا تغييرين أيضا لنادي القاسم، دفعة واحدة. هذا أمير محسن شاهده سيشترك الآن. من سيغادر من نادي القاسم؟ ويشترك أمير محسن وأعتقد مسلم ميثم، يعني ما عنده خيارات. هم فقط 4 لاعبين بدلاء مع الحارس، يعني هو أشرك لاعب، والمتبقين على الدكة من اللاعبين فقط 3. إذا مسلم ميثم وأمير محسن، والمتبقي في دكة البدلاء. والتغيير الأخير هو اللاعب زيد علي. إذا تغييرين شاب بالإضافة إلى محمد علي يغادرون أرضية الملعب. يغادرون أرضية الملعب ويشترك البدلاء مسلم ميثم وأمير محسن. مسلم ميثم وأمير محسن. إذا تغييرين، وهو التغيير الثالث للمدرب حسن هادي بعد ما أشرك سجاد جمهور بديل لأيسر قاسم. كرار عامر يعيد لحارس المرمى محمد حميد. يعني لو انتهت المباراة بهذه النتيجة راح تكون نتيجة منطقية، يعني في ظل الفوارق، في ظل كثير من الأمور ما بين القرمة وما بين نادي القاسم. لكن نادي القاسم لحد الآن لم يستفد من حالة الطرد اللي حصلت للاعب القرمة لؤي العاني، اللي لا زال يكمل المباراة ب10 لاعبين. محاولة الآن مؤمل عبد الرضا داخل منطقة الجزاء. أحمد مكنزي خطيرة على المرمى، ومرت محاولة أحمد مكنزي. مرت محاولة أحمد مكنزي. نلعب في الدقيقة 80. 10 دقائق هي ما تفصلنا عن نهاية المباراة. 10 دقائق هي من تفصلنا عن نهاية المباراة لغاية الآن. ركلة مرمى لنادي القاسم. مرتضى قصاد لإليسو. شاب أحمد يعيده لإليسو. عودة للدفاعات. ذو الفقار دوره إلى علي حسن. علي حاول التقدم، يعيدها إلى ذو الفقار محمد. كرة بحوزة لاعبي فريق نادي القاسم. عملية تمرير الأمام قريبة لمرمى فريق نادي القرمة، لكن بعيدة عن لاعبي نادي القاسم إلى خارج أرضية الملعب لركلة مرمى. هذا هو اللاعب البديل أمير محسن. حسن هادي الولاء للنادي، الولاء للمدينة. طبعا هذا الشخص الدكتور حسن هادي الحب لهذه المدينة والحب لهذا الفريق طبعا تجبر هذا المدرب دائما يتحدى الصعوبات، يتحدى كل الظروف مع فريق نادي القاسم. تحية لهذا الرجل، أتمنى أن يلقى الدعم هذا الرجل. فريق نادي القاسم فريق ممثل عن محافظة بابل، المحافظة العريقة طبعا، محافظة الأثرية. المفروض يكون هناك دعم لهذا الفريق، المفروض يكون ممثل، خير ممثل لهذه المحافظة، لكن ما أعرف الأسباب والأمور اللي أدت من المسؤولين في المحافظة عن عدم دعم الفريق.
كرة من جهة اليمين داخل منطقة الجزاء، خطيرة للقرمة لأحمدي، لكن مرت من أمام العماني لتعود لفريق نادي القاسم اللي يحاول بناء الهجوم المرتد الآن. الهجوم المرتد الآن وصلت لعباس قاسم. عباس قاسم اعتقد رمية جانبية للأمانة. يعني فريق نادي القاسم أمتعنا الموسم الماضي، سر الناظرين نادي القاسم بأداء بنتائج بكل شيء. كان العام الماضي فريق متميز في كل شيء. قد يكون هجرة اللاعبين المميزين بالنادي، تحدث عن الحارث حاتم، عن سيف رشيد، هذه الأسماء اللي غادرت الفريق. يعني قوة ضاربة لفريق نادي القاسم الموسم الماضي، بالإضافة إلى اللاعبين المحترفين اللي كانوا موجودين مع نادي القاسم، لكن معاناته كبيرة. هذا إليسو البوركينج. رمية جانبية القرمة، عملية التغيير، تحضير، محاولة فريق نادي القرمة يبحث عن هدف ثاني للاطمئنان عن نتيجة المباراة، بينما من الممكن فريق نادي القاسم في ظل النقص العددي لنادي القرمة أن يستغله ويسجل. رمية جانبية لنادي القرمة، تنفذ رمية جانبية، عادت للوسط مع العودة إلى الدفاعات، أقرب لعباس قاسم، دوره إلى كرار عامر. كرار عامر، ماكنزي يطلب الكرة لكن فضل العودة وتغيير اللعب لعباس قاسم. كرة النقل الأمامية، مؤمل، تمرير الأمام قريبة لمنطقة الجزاء لنادي القاسم داخل منطقة الجزاء، لكن المتابعة موجودة للدفاعات لفريق نادي القاسم. المحاولة تستمر، لا وجود للخطأ، محاولة خطيرة لأحمدي، محاصر بثلاث لاعبين لفريق نادي القاسم، وتسديدة أحمد ماكنزي بعيدة تماما، بعيدة تماما عن مرمى نادي القاسم. هذا هو ماكنزي، هذا هو أحمد ماكنزي. هناك تغيير، تياغو طبعا اللاعب البرازيلي سيشترك الآن. تياغو سيشترك مع فريق نادي القرمة في هذه الأثناء. جهة اليمين نادي القاسم، محاولة التمرير، عملية الإبعاد مع التغيير. لجهة اليسار نادي القاسم يبحث عن هدف التعادل، ممكن يصل إلى مرمى القرمة لكن بعيدة، مرت إلى خارج أرضية الملعب لركلة مرمى. لركلة مرمى أمير، إذن تغيير، تياغو سيشترك الآن. اللاعب البرازيلي تياغو ليونكو، من هو المغادر؟ تياغو سيشترك الآن. رابع تغييرات القرمة، مؤمل عبد الرضا صاحب هدف المباراة الوحيد يغادر. إذا المؤمل يترك المباراة. لاحظ هذا هو هدف جميل، هدف ولقطة جميلة وهدف رائع للاعب مؤمل عبد الرضا اللي وضعها بعيد عن حارس المرمى لنادي القاسم مصطفى جاسم. كرار عامر عيدها لحارس المرمى. تياغو يشترك الآن. ليونكو مع فريق نادي القرمة. تغييرات المدرب البرازيلي الإسباني أنطونيو كازورلا. عملية تغيير اللعب، هذا ماكنزي، ممكن هدف ثاني قبل النهاية للمباراة ب4 دقائق بالنسبة لفريق نادي القرمة، يؤمن على النتيجة، يؤمن على ال3 نقاط، يكون إلى حضور قرب الصدارة. أربيل
يتقدم على دهوك بنفس التوقيت لهذه المباراة بهدف للا شيء. هل سيعزز الصدارة؟ أربيل، مصطفى قابيل يسجل لأربيل، وبالتالي أربيل والتقدم على دهوك بهدف للا شيء. بينما لا زال القوة الجوية أيضا هو الآخر يتقدم على أمانة بغداد بهدفين للا شيء، على أمانة بغداد بهدفين للا شيء. كرة النقل يبقى الوضع كما هو عليه للمتصدرين. هنا محاولة خطيرة، ممكن الآن القرمة لو سجل الثاني خلاص، ونادي القاسم يؤمن بحظوظه فيما تبقى من عمر المباراة من أجل العودة إلى نتيجة، إلى التعادل، إلى نقطة، خطف نقطة من ملعب الرمادي أمام القرمة تحسب جيدة للمدرب حسن هادي ولفريق نادي القاسم في ظل ما يعانيه من خلال هذا الموسم فريق نادي القاسم. كرة داخل منطقة الجزاء والإبعاد بهذه الطريقة من علي حسن إلى ركلة ركنية لصالح نادي القرمة. ركنية للقرمة، ركنية للقرمة. في ظل هذه النتائج أربيل يبقى متصدر. هنا تغيير أخير، هذا هو زيد، هو زيد المتبقي على دكة البدلاء، فقط هو المتبقي على دكة البدلاء. الآن يشترك زيد، الآن يشترك زيد وخروج شهاب أحمد. إذن زيد علي حسن يشترك الآن، زيد علي حسن بديل لشهاب أحمد. رابع تغييرات المدرب حسن هادي. كرة داخل منطقة الجزاء، المحاولة لمصلحة فريق هذا محمد حسين. محمد حسين يمر من أمام لاعبي فريق نادي القاسم، يحاول يعكس كرة، واحد من بدلاء نادي القرمة، واحد من بدلاء نادي القرمة محمد حسين دخل بديل لعلي محسن. لاحظ الاندفاع الكبير من هذا اللاعب بعد دخوله في الشوط الثاني بديل لعلي محسن. كل مدرب أجرى 4 تغييرات، دخل تياغو ودخل محمد حسين بالإضافة إلى جميل اليحمدي، اللاعبين اللي أشركهم المدرب وإبراهيم سعادة أيضا. كل مدرب أجرى 4 تغييرات، فما أعتقد راح يشرك الحارس المدرب حسن هادي، ما أعتقد راح يشرك الحارس. داخل منطقة الجزاء هو أشرك البدلاء ال4 مع الحارس إبراهيم ياسين موجود فقط لم يستبدل. جهة اليمين نادي القاسم، عملية تمرير قريبة لمنطقة الجزاء، إبراهيم سعادة لاعب الوسط لنادي القرمة، وخطأ لصالح نادي القرمة. ركلة حرة لصالح نادي القرمة، ركلة حرة لصالح نادي القرمة. هذا إبراهيم سعادة المدرب عنده تغيير أخير، عنده دكة بدلاء. من هو القادم؟ مع فريق نادي القرمة أم يبقي التشكيلة كما هي؟ كرة عن طريق الوسط الآن لصالح نادي القرمة، عملية تغيير لأحمد مكنزي. مكنزي يحاول يمر، أحمد مكنزي قريب من الخط الجانبي، أحمد يحاول يعكس كرة داخل منطقة الجزاء لنادي القاسم، مر بشكل جيد داخل منطقة الجزاء نادي القرمة مع التقدم للأمام والعكسية داخل منطقة الجزاء لنادي القاسم، لكن لا وجود للمتابعة للاعبي القرمة مع وجود أكثر من لاعب لنادي القاسم. من جديد عادت من اليمين لليسار، والرأسية مرت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب من أمام علي علوان. عمل كل شيء في الشوط الأول في الشوط الثاني لكن لم يسجل. علي علوان مهاجم القرم، اللاعب الأردني، كان عنده فرصتين في الشوط الأول، عنده فرصة في الشوط الثاني لكن هو لم يستطع التسجيل. إذن 5 دقائق الوقت المحتسب بدل ضاع للمباراة. سنلعب حتى الدقيقة 95، سنلعب حتى الدقيقة 95. ركلة مرمى تنفذ، هذا إليسو. 5 دقائق هل ستكون كافية لفريق نادي القاسم من أجل التعديل أم ستكون كافية لنادي القرمة للوصول إلى نقاط المباراة الثلاث أو تعزيز النتيجة بهدف آخر في مرمى نادي القاسم؟ كرة عالية وصلت لحارس المرمى محمد حميد.
عادت الوسط. لصالح نادي القرمة. طبعا هي هذه الخسارة الثانية بنفس النتيجة يخسرها نادي القاسم بعد ما خسر من أمانة بغداد بنتيجة 1-0. لكن بقية النتائج اللي خسرها نادي القاسم كانت أكثر من هدف. مع النفط كانت 3-0، مع الكرخ 2-1. هذه محاولة للثاني اللي يمكن الآن القرمة، لكن مرت على اليحمدي، مرت على جميل اليحمدي. جميل اليحمدي لو سجل خلاص القرمة إلى 3 نقاط. إليسو سيف الدين ظاهر يحاول يغير اللعب. هو خسر من الكرخ 2-1، خسر من الزوراء 2-0، خسر من الميناء 2-0، خسر من زاخو أيضا 1-0 عذرا. يعني هذه الخسارة الثالثة بنتيجة 1-0 خسرها فريق نادي القاسم. خسر من الكهرباء 2-0، من ديالة 3-0، من الطلبة 3-0، من الشرطة 7-1. يعني الخسارة الثالثة بنتيجة 1-0 من أمانة بغداد ومن زاخو، واليوم أمام القرمة لغاية الآن. محاولة والهجوم الآن اليحمدي يحاول ينطلق بسرعة. اليحمدي يحاول يهيئ كرة الأمام، ممكن الآن، ممكن ثاني، ممكن ثاني داخل منطقة الجزاء تياغو البرازيلي، لكن الضيعة على تياغو، تعود من جديد لتياغو. حاول لفة دوران تياغو، واحد من بدلاء نادي القرمة من خلال الشوط الثاني، لا زال يحتفظ بالكرة تياغو، يعيدها إلى أحمد محمد حسين. كرار عامر، مر كرار عامر يعيدها لمحمد حسين جهة اليسار مع توجيهات أنطونيو كازورلا مدرب الإسباني لفريق نادي القرمة. محاولة تياغو داخل منطقة الجزاء، وأيضا الإبعاد من دفاعات نادي القاسم. غضب من إليسو على زملائه، عدم التشتيت، عدم إضاعة الوقت اللي من الممكن أن يمنح فريق نادي القاسم العودة. لاحظ هذه المحاولة الانطلاق بسرعة، لكن لم يستقبل الكرة بشكل جيد جميل اليحمدي، وأضاع على فريقه فرصة تسجيل هدف ثاني. هذا هو تياغو، هذا هو تياغو اللاعب البرازيلي اللي اشترك قبل لحظات. للوسط القرمة، علي بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية من الجهة البعيدة لصالح نادي القاسم. خلاص دقيقة واحدة تفصلنا عن النهاية. هذا إبراهيم سعادة الواضح أمامنا في الصورة، أمامنا في الصورة. تلاحظ حتى جماهير القرمة تغادر ملعب الرمادي، قد تكون اطمأنت تماما عن النتيجة، وصعب عودة فريق نادي القاسم. هذا هو الهدف 27 اللي دخل في مرمى فريق نادي القاسم من 12 مباراة. للإعلان عن نهاية المباراة ما بين القرمة ونادي القاسم.